لو نفسك تتعلم برمجة ومش عارف تبدأ منين وازاي تحافظ على استمراريتك، جرب ان انت تستخدم شات جي بي تي كمدربك الشخصي. في الفيديو ده هنعرف ازاي تستخدم شات جي بي تي عشان يكون مدربك الشخصي في البرمجة، وكمان يعلمك كل حاجة من تحت الصفر وباللغة العربية ويديك تاسكات يومية. ان شات جي بي تي هيقول لك انت عليك التاسك دي او المهمة دي هتعملها النهاردة، ولما تعملها وريها لي عشان اصححها لك. فبكل بساطة ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل ودي قناة تعلم ببساطة. بس تعال نجاوب على السؤال الاول، ليه تستخدم شات جي بي تي عشان يكون مدربك الشخصي في البرمجة؟ فكرة انك انت يكون عندك مدرب شخصي يعلمك ويقف معاك، ولو كان عندك خطأ او اي حاجة انت مش فاهمها تبدأ ان انت تقولها له وهو يشرحها لك ويفهمها لك، فدي حاجة خطيرة قوي. فاحنا هنا مش هنستخدم اشخاص، احنا هنستخدم شات جي بي تي، لان بكل بساطة زي ما انت عارف هو هيقدر يجاوبك على اي سؤال انت هتسأله. بس الحاجة الاهم ان هو هيقدر يشرح لك كل حاجة انت مش فاهمها. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ ان احنا نستخدم ان هو يعلمنا لغه جافا، ومش محتاج اقول لك ان انت تقدر تتعلم اي لغه تانية او تقدر تتعلم اي حاجه باستخدام شات جي بي تي، بس في المثال ده هنتعلم لغه جافا، وكمان هنبدا ان احنا نكتبه او نكتب الكلام باللغه العربيه ويشرحه لنا باللغه العربيه عشان ما تكونش عندك اي مشكله. وهخليه ان هو يديني تاسكات في اليوم ان انا اعملها، وبعد ما اعملها هقول له انا دي حل التاسك ده، ففهمه لي او شوف لي ايه الصح وايه الحاجات اللي انت تنصحني بيها، واقرا النهارده. وهنتعلم او هنكتب شويه حاجات كتيره كده في شات جي بي تي، فالموضوع هيكون بسيط جدا وسهل. فتعالى بقى نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. بكل بساطه هتفتح شات جي بي تي، وطبعا شات جي بي تي دلوقتي بقى موجود في كل البلاد يعني، فتقدر ان انت تعمله برقمك المصري برضه. فانا هبعت له الرساله دي، ده صفحه جديده في شات جي بي تي. فانا اقول له بكل بساطه انا عاوزك تكون معلمي في لغه جافا. ازيك، انا اسمي احمد، ما اعرفش حاجه عن لغه جافا، فانا عاوزك تعلمني لغه جافا، بس مش عاوزك تعلمني كل حاجه مره واحده. انا عاوزك تعلمني حاجات بسيطه الاول، وبعد لما افهمها هقول لك تكمل الباقي، وكمان عاوزك تديني مهام على كل جزئيه انت هتشرحها، وندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. رد عليا قال لي اهلا يا احمد، تمام، هنبدا خطوه خطوه وهنركز على اساسيات جافا واحده واحده. بعد كل جزئيه هديك شرح مبسط وتمرين صغير تطبقه عشان تتاكد ان انت فاهم. فبيقول لي البدايه ان انت هتبدا بهالو وورلد في لغه جافا، فبيقول لي افتح اي محرر اكواد. فانا مش فاهم يعني ايه اصلا محرر اكواد، وبدا طبعا ان هو يشرح لي الكلام ده ويقول لي public class main اللي هي اول كلمه في لغه جافا عندك هتتكتب ازاي. فبيقول لي ده تعريف لفئه الكلاس اللي هنشتغل عليها واسمها هنا مين، وبدا ان هو يشرح لي وكمان اداني تمرين. هقول له انا مش فاهم يعني ايه محرر اكواد وعاوز اسهل طريقه اني اكتب كود، وادوس انتر. قال لي مفهوم، خلينا نبدا من الصفر. يعني ايه محرر اكواد؟ بيقول لي المحرر الاكواد ده اللي هو معناه بالانجليزي الكود اديتور. وبدا ان هو يشرح لي طبعا هو برنامج وايه افضل محرر اكواد عشان تبدا فيه. فقال لي فيجوال ستوديو كود او انتليجي اي دي اي. وقال لي طبعا تقدر ان انت تدوس على ادخل هنا على الموقع عشان تقدر تحمل فيجوال ستوديو كود. وكمان قال لي ان انت تحمل حاجه اسمها جافا ديفلوبمنت كيت اللي هي بتاعت لغه جافا يعني. وقال لي بعد كده ابدا بقى ان انت تكتب الكلام ده، وكمان بيفهمني بيقول لي بعد ما تكتب الكود احفظ الملف بكنترول اس او كوماند اس لو انت على الماك. وبعد كده قال لي حط الكلام ده في التيرمينال وظبط لي كده الدنيا شويه. قلت له طب انا ممكن، هقول له مثلا وليكن طب انا ممكن اكتب الكود ده اونلاين، اللي انا عايز اكتب الكود ده اونلاين مش عايز اكتب على محرر اكواد. فهيشوف هيقول لي ايه. بيقول لي ايوه ممكن تكتب تشغل الكود اونلاين من غير ما تحتاج ان انت تنزل محرر اكواد على جهازك. في مواقع كتير بتقدم محررات الاكواد، واداني شويه مواقع زي ريبلت بقى، والمواقع اللي هي اونلاين جي دي بي او جي دي بي ده. ده المواقع الايه الاونلاين. هقول له طيب ماشي، انا عايز بقى تمرين، عاوز تمرين. فهنشوف التمرين هيقول لي ايه. قال لي اكتب برنامج جافا يطبع جمله من اختيارك، بس المره دي هتطبع اكتر من جمله ورا بعض. مثلا تقدر تكتب برنامج يطبع اسمك، بلدك، الهوايه اللي انت بتحبها، مثال على المطلوب. واداني مثال على ده وقال لي المطلوب كذا، ولما تخلص قول لي النتيجه اللي ظهرت معاك وهنتاكد منها سوا. فهنفترض مثلا وليكن ان احنا ناخد نفس الكود ده وهندوس يعني انا خدته هنا كوبي، ممكن تدوس هنا على كلمه كوبي وندوس هنا كنترول في، وهشيل هنا السيمي كولن وادوس انتر واشوف هيقول لي ايه. سيمي كولن دي انا لو شلتها هيطلع لي ايرور. فبيقول لي الكود اللي انت كتبته قريب جدا من المطلوب، بس في خطأ بسيط، نسيت علامه السيمي كولن في نهايه اخر جمله طباعه، اللي هي الجمله اللي انا سبت او شلت منها السيمي كولن دي. فقال لي ده الكلام. قلت له خلاص ماشي تمام، عايزين نخش في اللي بعده وندوس انتر. هيقول لي ممتاز يا احمد، جاهزين ننتقل للخطوه اللي بعدها. وهيبدا بقى ان هو يبدا ان يتكلمني في المتغيرات والكلام اللذيذ ده. بس بعد ما يبدا بقى يخلص الموضوع ده، الصراحه شات جي بي تي ده خطير في البرمجه يعني. طيب انا هقول له بقى ايه النصايح اللي انت تديها لي عشان اتعلم لغه جافا كويس. قال لي طبعا يا احمد تعلم لغه برمجه جافا خطوه كبيره ومهمه. وهيبدا بقى ان هو يقول لي ابدا بالاساسيات وما اعرفش اتمرن بانتظام،
واداني كمان شويه مواقع للبروبلم سولفنج اللي هو الهاكر رانك وليد كود والكلام اللذيذ ده. شوف اللي هو اقرا الاكواد وحاول تفهمها وشويه نصايح يعني. وقال لي كده نصيحه اخيره: استمتع بالرحله، البرمجه بتحتاج صبر وحاجات حلوه كده. ده بالنسبه لفكره ان انت لو حابب تتعلم اي لغه او حابب تتعلم اي حاجه حرفيا باستخدام لغه او باستخدام شات جي بي تي. وانا حرفيا دلوقتي ما عدتش بستخدم جوجل في فكره ان انا لو حصل لي خطا في البرمجه عندي ان انا ابحث عن جوجل او ستاك اوفر فلو او الكلام ده. ممكن ابحث عنهم بس مش كتير. بس على طول خلاص ان انا كنت بستخدم شات جي بي تي بقول له يا باشا انت فلاتر سينيور مثلا، وليكن اللي انت اشطر مبرمج او تعامل كانك انت اشطر مبرمج في فلاتر. فانا حصل لي الخطا ده في فلاتر دي اللي هي بتاعت موبايل ابلكيشن. صلح لي الخطا ده وشوف لي ايه اللي حصل. بصراحه هو على طول بيتصرف، يعني انا بقول له اتصرف وانت هتتصرف. ففكره ان انت تستخدم شات جي بي تي في ان هو يعلمك البرمجه، وبتكلم هنا في البرمجه عشان يعني القناه مخصصه شويه عن البرمجه، بس انت تقدر تستخدمه في اي حاجه. في ناس على تويتر بتستخدم شات جي بي تي عشان يتعلموا انجليزي بعد التحديث الجديد اللي حصل اللي هو تقدر تبعت فويس نوت. فده دلوقتي ان هم كل يوم مثلا وليكن بيقعدوا ربع ساعه ان هم يكلموا شات جي بي تي بالانجلش، وبعد كده يطلبوا من شات جي بي تي ان هو يقيمهم. فدي حاجات حلوه قوي. فاستخدم شات جي بي تي في ان هو يعلمك البرمجه او يعلمك اي حاجه انت نفسك فيها، واطلب منه ان هو يقيمك في البرمجه. وكمان اطلب منه ان هو يديك مشاريع ان انت تعملها. لو انت مش فاهم جيت هاب فادخل قول له انا مش فاهم جيت هاب فهمه له او فهمني يعني جيت هاب ده عباره عن ايه. لو انت مش فاهم حاجه في لغه برمجه معينه او في فريم ورك مثلا انت شغال فيه قول له انا مش فاهم الجزء ده فهمه لي. طبعا انا شايف ان الكلام اللي انا بقوله ده الصراحه بديهي يعني، بس ممكن تكون برضو فايته عليك يعني الفكره دي ان انت تستخدم شات جي بي تي ان انت تتعلم البرمجه. فده كان فيديو سريع انا عارف، بس حبيت ان انا اشارك التجربه دي. ويا رب تكون كل حاجه سهله جدا وبسيطه جدا بالنسبه لك. وما تنساش ان البدايه هي اصعب حاجه بس في نفس الوقت هي اهم خطوه، والاستمراريه بتيجي بعدها صعوبه البدايه. يعني انت تبدا الاول دي حاجه صعبه، بعد كده الصعوبه بتبقى في الاستمراريه ان انت تفضل مستمر. فحابب ان انت تستمر، وبقول الكلام ده لنفسي طبعا. الاستمراريه هي اللي هتوصلك لاي حاجه انت نفسك. فيا رب تكون كل حاجه سهله جدا وبسيطه جدا بالنسبه لك. ولو عجبتك التجربه دي فيا ريت تجربها وتشاركنا رايك او تجربتك يعني في الكومنت عشان كلنا نستفاد. يا رب تكون كل حاجه سهله جدا وبسيطه جدا بالنسبه لك، وان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية جديده.